كوكب الارض هيدخل في سحابه غاز سامه ومفيش كائن حي هيفضل عايش. ده منشط ظهر في كل الصحف العالميه في مايو 1910، والعالم كله دخل في حاله هستيريا جماعيه. طب ايه اللي حصل؟ تعالوا اقول لكم. تبدا القصه بعالم الفلك البريطاني ادوارد هالي، واللي اكتشف ان في مذنب بيمر قريب من الارض تقريبا كل 75 سنه، وعشان كده اتسمى باسمه مذنب هالي او هاليس كوميت، والكلام ده كان سنه 1910. طب هو ايه المذنب اصلا؟ المذنب هو جسم صغير بيتحرك في الفضاء، بيتكون من ثلج وتراب وصخور، وبيلف حوالين الشمس. لما بيقرب منها بيسخن، والغازات اللي فيه بتتفاعل فبيطلع له ديل منور. وعلى حسابات هالي كان متوقع ظهور المذنب في سماء الارض في 1910، وبدأ الصحف تتكلم عنه من سبتمبر 1909، وكان الكلام انه حدث فلكي نادر مش بيتكرر كتير، وكل الناس والعلماء مستنيين انهم يشوفوه. لحد كده عادي. ولكن اللي مش عادي بيحصل لما العلماء بيتوقعوا ان الكره الارضيه هتمر من خلال ديل مذنب هالي، وبتكمل الدراما بان العلماء قدروا يعرفوا بعض مكونات الغازات اللي في ديل المذنب، وبيطلع واحد من المكونات دي غاز السينجون، واللي هو غاز سام. بيروح الصحفيين يسالوا واحد من اشهر علماء الفلك وقتها، العالم الفرنسي كامي فلاماريو، عن رايه في الكلام ده. فقال بالنص ان الغاز ده هيشفط الحياه من الكره الارضيه. ومع ظهور التصريحات دي في الصحف، وتركيز الصحف على منشط قرب نهايه البشريه، وتجاهلهم لاي اراء تانية علميه بتنفي الكلام ده، وطبعا ده عشان يزودوا مبيعاتهم، بقى الموضوع زي كره التلج، واغلب الناس في دول العالم دخلت في مرحله هلع جماعي، لدرجه ان في مزارعين كتير رفضوا يزرعوا في الموسم الجديد لان خلاص العالم هينتهي. شجعت الدول ازدياد معدلات الانتحار هربا من الموت بالغاز السام. وطلعت نظريات خزعبليه زي مثلا ان مرور الارض من ديل مذنب هيفضي المحيطات. وظهر نصابين كتير اقنعوا الناس انهم بيبيعوا حبوب للحمايه من المذنب، ونصابين تانيين باعوا للناس شمسيات للحمايه من المذنب، والناس بسبب الخوف صدقوا كل ده واشتروا. وحصل كمان طفره كبيره في مبيعات اقنعه الحمايه من الغازات السامه، وحاولت الدول والعلماء يفهموا الناس ان نسبه الغاز السام ده في ديل المذنب قليله جدا لدرجه تكاد تكون معدومه، ولكن خلاص بقى الخوف هو اللي سايد. وفي ليله 18 مايو 1910 سهر الالاف في الكنائس والمساجد مستنيين النهايه، ولكن الارض عدت فعلا من ديل مذنب هالي وما حصلش حاجه، لا الهواء اتسمم ولا العالم انتهى. وساعتها بس الناس فهمت انها كانت عايشه شهور جوه وهم. واهم درس هنا ان الحقيقه عمرها كانت مخيفه، اللي بيخوف بجد انها توصل لنا ناقصه. وخلي بالكم ان لكل عصر المذنب بتاعه، خبر، اشاعه، بوست على السوشيال ميديا، والسؤال يفضل واحد: هنفكر ولا هنسيب الخوف والجهل هو اللي يحركنا؟